السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من قناتكم بي كوين. في حلقة النهاردة هنتكلم عن أفضل مروحة ستاند موجودة في السوق. طبعا ده بيكون من وجهة نظري الشخصية، في ناس تختلف معايا وناس تتفق معايا، محدش بيتفق على مروحة واحدة. المروحة اللي معانا النهاردة مش فريش ومش تورنيدو، مش أي ماركة معروفة، هي مروحة كويسة جدا، مروحة تيفال. عاملة مروحة جميلة جدا. هنتكلم النهاردة عن مميزاتها وهنتكلم عن عيوبها وليه انا برشحها تكون افضل مروحه ستاند موجوده في السوق. تتفق ام تختلف معايا، ده بيكون رايي الشخصي. ولو انت عندك تجربه مع المروحه تيفال يا ريت تسيب لنا تحت في التعليقات بحيث ان الكل يستفيد ويكون في باب للحوار. فلو انت اول مره تشوفنا انزل دلوقتي اشترك في القناه وفعل زر الجرس يوصلك كل حاجه جديده. احنا قناه مهتمه بالمنتجات الاجهزه المنزليه وعندنا معارض في الاسكندريه، وكمان بيكون في شحن والتوصيل لجميع المحافظات، وشحن القاهره بيكون مجانا. وكمان بيكون في تقسيط مع البنك الاهلي وبنك السي اي بي ومع فاليو، وكمان بيكون في خصم حصري في حاله انك مشترك في القناه. فانزل اشترك دلوقتي في القناه عشان لو عايز اي منتج من عندنا تاخد الخصم. ولو مهتم بمجال الاجهزه الكهربائيه فخد لفه في القناه، هتلاقي عامل ريفيوهات على جميع الاجهزه الكهربائيه. فيلا بينا عشان ما نطولش عليكم نشوفوا معانا ايه النهارده. المروحه النهارده معانا من تيفال اسمها سايلنس فورس او فورس سايلنس. المروحه دي متصممه انها تشتغل بقوه ومش بتصدر اي صوت. كمان تصميمها بيكون شيك جدا بيناسب اي مكان. تدفق الهواء بتاعها بيوصل لحد 100 متر مكعب، دي مساحه كبيره جدا بالنسبه لمروحه، بالنسبه انها مروحه تغطي المساحه دي حاجه محترمه جدا، بزياده 30% عن جميع الموديلات اللي موجوده في السوق. بتكون 6 ريشه. حد هيجي يقول لي لو المروحه الريش بتاعتها بتكون كتيره معنى كده انها بتكون بتطلع هواء قوي؟ لا، هي مش شرط. يعني عندنا مثلا حاجه زي فريش 3 ريشه بس قويه جدا، بس برضه في المقابل صوتها بيكون عالي جدا. كمان بتكون مزوده بتقنيه التشغيل الهادي، هي في سيستم او خاصيه جواها بتشتغل بدون صوت، هاديه جدا. كمان تقدري تتحكمي في الارتفاع والانخفاض بتاع المروحه، على عكس بعض المروحه التانية ما فيهاش الموضوع ده. بالمناسبه انا مش قابض خالص من شركه تيفال، انا طالع بتكلم من خلال خبرتي في الموضوع عشان الناس هتخش في التعليقات تهاجمني. في النهايه ده بيكون رايي الشخصي من خلال خبرتي. نظام الارتفاع والانخفاض بيسمح لك توطي المروحة أو تعليها 30 سنتي. طبعا دي حاجة كويسة جدا مش موجودة في أي مروحة تانية. المروحة برضو بتكون مزودة بتايمر بيوصل معانا لحد 8 ساعات، بيكون معاها ريموت كنترول عشان الناس كبار السن مش كل شوية يقوموا يظبطوا المروحة، لا وانت قاعد كده بالريموت تظبط كل حاجة. بالنسبة لسعر المروحة، سعرها بيكون كويس مقارنة بالمراوح اللي موجودة في السوق. سعرها عامل 2200 جنيه. لو انت اقتنعت بكلامي وشفت ريفيوهات تانية اقنعتك بكلامي وعايز المروحة، فتاخد خصم حصري لو انت مشترك في قناة بي كوين. زرار الاشتراك تحت الفيديو باللون الاحمر. بيكون في موديل من المروحة دي بيكون في قاتل الحشرات، لو انت عندك حشرات كتيرة او طيور كتيرة، دبان وناموس واي حاجة، فهاتي الموديل اللي بيكون فيه موضوع طارد الحشرات. في النهاية ده بيكون رأيي الشخصي. حد عنده رأي تاني، حد جرب المروحة وعايز يقول لنا في التعليقات رأيه في المروحة دي، لكن أنا بالنسبة لي دي المروحة رقم واحد في صيف 2025. يا رب تكون الحلقة عجبتكم واستفدتوا منها. اشوفكم الحلقة الجاية كتيرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.